الناس اللي بتشتري فراخ صاحية، كام نقطة خلي بالك منهم عشان تضمن إن فراخك اللي اشتريتها فراخ صحية وسليمة. اشتري من حد موثوق ومعروف، بلاش الأماكن أو الناس المجهولة اللي بتبيع بسعر رخيص. بص على الشكل العام، الفرخة لازم تكون واقفة نشيطة، العيون لامعة ومفتوحة، الريش ناعم وملزوق كويس على الجسم، مفيش فيه انتفاش، مفيش حتت مفيهاش ريش، مفيش إسهال ماسك في الريش حوالين فتحة المجمع. بص على وش الفرخة وهي بتتنفس، بلاش الفرخة اللي بتعمل صوت، بلاش الفرخة اللي بتاخد نفسها بصعوبة وشها مضلم، الفرخة اللي بتعمل أصوات زي كحة زي عطس زي خرخرة دي تعبانة. بلاش الفرخة اللي تلاحظ عليها إسهال، إسهال أبيض، إسهال بني، إسهال أحمر، إسهال أخضر. افحص تحت الجناح، ممكن تلاقي طفيلات خارجية، أمل، براغيث. ممكن تلاقي على الفرخة جروح، تجمعات دموية نتيجة النقل السيء. بص على رجول الفراخ وهي واقفة، تكون واقفة عليهم كويس، لون الرجل يكون المصفر أو المبيض شوية، ده الطبيعي. لقيت فيهم تورم، احمرار، جروح، مش قادرة تقف عليهم، دي فرخة تعبانة. امسك الفرخة بإيدك، قيم وزنها، حسيت إنها تقيلة، دي فرخة سليمة. حسيت إنها ريش على العظم وخفيفة زيادة عن اللازم، حجمها كبير في الفاضي، دي فرخة تعبانة، ابعد عنها. أخيرا سلوك الفرخة المفروض مجرد ما تروح ناحيتها تجري منك، لا الفرخة اللي همدانة زيادة عن اللازم بلاش. دمتم سالمين. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.